دلوقتي ومن قدام مشروع راس الحكمة، مدينة راس الحكمة، المدينة اللي هتغير شكل منطقة الشرق الأوسط ومنطقة دول البحر المتوسط. مدينة معمولة علشان المستقبل، مدينة فيها كل حاجة، فيها مطار، فيها نوادي، فيها فنادق، فيها كل حاجة انت ممكن تحتاجها، في بيزنس ديستريكت او في منطقة اعمال وفي منطقة حرة. كل حاجة انت محتاجها هتكون هنا. هنا المستقبل. هنا بعد 10 سنين هتبقى منطقة مختلفة تماما. هيبقى عندنا نموذج تاني من دبي موجود على اراضي مصرية. مدينة عالمية بينافسها الريفيرا الفرنسية، مدينة زي برشلونة في اسبانيا. اذا هي مش مدينة بس بتخاطب المصريين، فلو بتفكر في الاستثمار مفيش مكان احسن من هنا تستثمر فيه فلوسك. المكان موجه بالكامل دوليا وليس محليا. دي منطقة الاحلام اللي ليها المستقبل الباهر. وزي ما احنا شايفين البحر مع الطبيعة مع جمال البحر المتوسط.